واحد من قبور الدولة الوسطى نقش عليه 29 نوع مختلف من الطيور، وكان من بينها خفاشان. كان قدماء المصريين كلما رسموا صورة مستنقع صوروا فيها مجموعة كبيرة من الطيور تطير فوق أعواد البردية، وبين جذوعها عشائش بها طيور جاثمة أو أفراد طيور مسعورة. كان الفنان بيدرس خصائص كل نوع في مهارة بالغة، وبيوضح رسها ازاي الألوان أزرق وأخضر وأحمر وهي ألوان مطابقة لها تماما، وبتنتشر هذه الطيور وسط الزروع الخضراء والأزهار، وبتضرب الهواء بأجنحتها تصرخ بصورة تكاد تكون حية. أما الطيور الجارحة كانت تعيش فيما بين حدود الصحراء الصخرية وضفاف النيل، منها الصقر الملكي والعقاب، واللي تتجسد فيه الربة نخبت والصقر والحداءة، وفي الليل البومة العادية وبومة الأجران والصقر. وسواء أحب الفلاح طيور الحبل أو لم يحبها استعمل العصفور الدوري المسكين حرفا هيروغليفيا يدل على الشيء الصغير أو الشيء الرديء. كان هناك وقدسات كما في هذه الأيام الغراب العادي والغراب الأسحم، هدهد، حمام، خطاف، وفي زمن الشتاء الصفير وغيره من الطيور المهاجرة. هناخد دلوقتي تعليق. إذا الله خلق كل البشر يهود ومسيحيين وغيرهم، فكيف يسمح لدين معين إنه يقتل الآخرين فقط لأنهم غير مسلمين؟ في البرك والمستنقعات القاوند ومجموعة كبيرة من الطيور المائية أبو إرجان لقى النكات والتصنيف اللي بيقال إنه بينظف فم التمساح، وأنواع كثيرة من مالك الحزين، من بينها أبو سوسة والعنقاء بريشها الأحمر الناري، أنواع عديدة من بط، أوز، وطيور أخرى ذات النسيج بين الأصابع، منها الشرشير والبجع والغطاس وغيرها. جرت عادة قدماء المصريين يصوروا البط والأوز والحمام كثيرا، فيصورونها معلقة ميتة مربوطة في حزم أو مشوية، ويصورون بعضها الآخر مأخوذا من الشبكة وهو مضطرب مذهول
وقد ربطت أجنحته في قسوة أو وضع في قفص، وبتسمى اخويا الطيور قبل اتفضل يا ذبحها شباب. والله يا شباب وتقديمها على المائدة، وتغذى الطيور باليد يا عم بتاع تصميم الصور في يا عم. الأثنية الخلفية والله لبيوت اخويا النبلاء ما وفي بقاش لغة. المعابد. صديق لينا بعت لنا تعليق بيقول لي أنا مستغرب لماذا يصفون المرأة بالثرثارة وهي الشباب انت طول بتعيبكم. عمرها لم تعتلي بس منبر يابا، مسجد. يابا انا تعبت لك يابا. من بين هذه الطيور أوز النيل اللي بتزعج يابا ذكوره المستبدة قطيع الأوز كله، الأوز العادي، الأوز الرمادي والشرشير، ومن البط الخضيري الأصلع وغيرهما، والحمام في العصور المبكرة جدا. الكراكي كانت أبراج خمسة الحمام ثلاثة كينج اخويا. تصنع في العصور اخويا الحديثة اخويا من ويلسون والله الطين ويد امال ايه. اخويا المجصص، فبتبدو المنظر يا وسط زهراء يا العقول. زهراء يا أما في مصر زهراء. العليا فلم تكن كلها كذلك، تبعت لي اسئله. إنما حسام العكيد كانت العكيدي مباني ضخمة اخويا. أوحى بهجتها فن العمارة لدى أسلافهم. لكن هنا إن الحمام كان بيربى في العليا، ذلك تبعا لما أعلم. وعلى أي حال فإن هذا الطائر السمين الذي لا يشبع من حبوب الجيران ومن نخيل البلح كان من أنواع الترف على الموائد المصرية منذ أقدم العصور. وفي حوالي سنة 150 قبل الميلاد أهدت سوريا إلى تحتمس الثالث 4 طيور لم تكن معروفة الأصل بتبيض كل يوم. لم تكن هذه العجيبة اللي ظلت نادرة في مصر حتى يجب الإغريق سوى الدجاج، واللي لا زال الفلاحون يربونه حتى وقتنا الحاضر. صديق لينا بعد تعليق بيقول لي لا تبالغ في شتم أو لعن الملحد، فيوما من الأيام سوف تشكرهم. أول حاجة تتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، لا بشتم ولا بلعن حد كما يجب. لا يجب ان احنا ننسى الطائر العملاق واللي لم يستطيع الطيران بل كان يجري على الارض ويرقص عند شروق رع ويدور كآخذ ضروف بأجنحته القصيرة. من ذيوله الجميلة صنعت مراوح الأمراء الذين كانوا يصيدون تلك النعامة المسكينة حتى انقرضت تماما من الصحراء المصرية. في صديقة أو صديق باعت تعليق: لو أنه على كل شيء قدير لأقنعنا بمعجزاته